السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله بخير، وأهلا وسهلا بكم. فيديونا لليوم راح أسوي هاي الكيكة المزينة البسيطة اللي راح أحتاج 3 بيضات كبار، كيس من البيكنج باودر وكيس من الفانيلا، خاشوقة أكل خل أبيض، وكوب من الحليب السائل، نص كوب من الزيت، تقريبا 3/4 الكوب من الشكر، لأن راح أخلي الكريمة فخليت بس 3/4. وأكيد راح أحتاج الطحين، وعندي أني هذا القالب دهنته بالزبدة. طبعا أنا بتزيين الكيك مو كلش، يعني هو هذا التزيين اللي شفته حدي، يعني أحلى شي عندي، يعني طلعت كل مواهبي بهذه الكيكة. خليت البيض عندي بهذه الطاسة، وراح أخلي كيس الفانيلا، وراح أخلي 3/4 الكوب الشكر، وراح أخلطهم بالخفاقة الكهربائية إلى أن يصير لونه خفيف وقوامه ثقيل. طبعا أنا من بديت من بلشت أخلط شغلت الفرن درجة حرارة وسط، النار بس تجوى، الفرن اللي عندي غاز، يعني العين مو كلش عالي ولا كلش ناصي، وسط. وراح أخلط إلى أن يذوب الشكر، وقلت لكم القوام يصير يعني أشبه بالكريمة. طبعا هاي كيكة سويتها لابني للمدرسة، عندهم موضوع بالكتاب، يعني راح يسوون مثل الاحتفالية من ضمن الدرس. فهنا قال لي ماما أنا راح أعاونج. خليت خاشوقة الخل، ونص كوب الزيت، وكوب الحليب. فشفتوا ايش سوى؟ قلت له انطيني انت، ما راح اتدبرها. مكيفين اني قاعدة اسوي كيك مزين، لان اني نادرا ما اسوي الكيك، لان مو كلش الصراحة بتزيين الكيك اني. حتى عدة ما كانت عندي سلفتي دزت لي من البصرة. خليت كوبين من الطحين، وراح انخلهم ويا البيكنج باودر. فعدة ما كانت عندي سلفتي دزت لي من البصرة كاس الحلوانية، ومثل الفورمات دزت لي، وهم دزت لي يعني شغلات انه زين بيها الكيك. فأقول لها تسلمين وما قصرتي، هي لأن تشتغل بالكيك فتسوي كيك خرافي، يعني تسوي كيك يعني بداعة. نخلت الطحينة والبيكنج باودر، خليته على خليط الكيك، وراح أبدي أخلط إلى أن يختفي الطحين وبس. راح أتأكد إذا أكو طحين لازق بالأطراف ومن جوا. راح أخلي خليط الكيك بالقالب، أو أي قالب أنتوا تريدون تسوون بيها بكيفكم. أضربها هيك فد ضربتين على الكاونتر، وراح أخليها بالفرن. استغرقت 40 دقيقة ضبط. 35 دقيقة هي استوت تماما. 5 دقائق الأخيرة شغلت الوجه، المجموع صار 40 دقيقة وطلعت بهذا الشكل. طبعا لأن قالبنا كبير، قطر القالب كبير، فهو هذا صار ارتفاعها. خليتها تهدأ شوية، وبعدين راح أقلبها. جبت هذا الماعون وعليه ورق الزبدة حتى أقلب الكيكة. راح أشيل القالب، وأتأكد إنه هي أبد ما لازقة، يعني شلعت الكيكة كلها هيجي. وراح أرجع أخلي القالب، وأخليها إلى أن تبرد تماما حتى نزينها. بهذه الحالة راح الكيكة تظل عندنا طرية. بردت تماما طبعا. فقلت لابني ده خليه يجي شكلها والله حلو. قال لي لا ماما أريدك تزينيها، يعني تزينيها. فدزيت على الدكان. شوفوا كيكة كلش يعني طرية. فدزيتها على الدكان، راح جاب لي هاي الكريم شانتيه، قلت له جيبها لونها أبيض. أخذت كيس واحد، وطبعا خليت مي يعني قبلها بالفريز، لأن لازم نحط لها مي بارد ثلج. طبعا خليت نص كوب، هذا أقل من النص كوب، هم بعد راح أخلي شوية، لأن أنا ما أعرف بصراحة نوعيات الكريمة. فأخلي شوية، وبعدين حتى نقدر نعالج الموضوع.
بديت أخفق، طبعا حسيتها ثقيلة يعني حتى الجهاز ما يمشي. خليت لها بعد شوية يعني إذا تاخذون بأكواب القياس نص كوب ضبط، لأن الكوب اللي عندي اللي استخدمته كان شوية صغير مال شاي. هيك القوام زين. راح أخلي الكريمة بس بالنص، ما راح أخلي على الأطراف لأن هي القالب هو يعني أطرافه حلوة، فبس راح أخلي بالنص. راح يعني أعدلها إيش قد ما أقدر. طبعا واقفين يمي بنتي صاعدة على الكاونتر كانت تدرس طبعا، خبصاني خبز بلا شي أني يعني ما أعرف أزين الكيك. طبعا عدلتها إيش قد ما أقدر على أساس أبقيها هيجي. بس قلت لا والله جبت الكيس الثاني. هم أنا خليتها بس راح أخلي لها صبغ أخضر حتى أزين بها أطراف، يعني حسيت أطرافها مو كلش. هم أنا خليت لها نص كوب مي بارد ثلج. هم أنا هسه راح أخلي لها لون حتى تصير يعني تجي بيها فد حركة حلوة. هذا لون أخضر كلش عميق بس خليت نقطة. طبعا اللون الأخضر كلش حلو. خليت بعد يعني شوية تلاقح لونها، حسيت لونها إنه يراد لها بعد، كان لونها خفيف. هيجي كلش زين. ما ردت أسويها يعني بعد لونها يعني أخضر أعمق، هيجي كلش كافي. طبعا يريدوها ياكلونها هذه، يحبون الكريمة كلش أولادي. جبت هذا الكيس الحلواني وهاي الفورمة اللي يطلع مثل الخطوط، وخليتها يعني وشلعت الزاوية مال الكيس الحلواني أصغر من الفورمة حتى من أجي أضغط لا تطلع الفورمة لا تطلع من مكانها. راح أخلي الكريمة الخضرة كلها. راح أنزل الكريمة اللي جوا إلى أن تأكدت طلعت من هذه. وبديت أشكل يعني شلون أقول لكم، خليت إيدي جوا وشوية صعدت إيدي لفوق وأرجع أنزل بحيث نطيني هذا الشكل مثل ما هو واضح، لأنه ما أعرف أزين كيك يعني بالتالي ما أعرف أشرح شلون. مثل ما هو واضح بهذا الشكل شوفوا. خلي إيدي جوا وهيجي شوية أطلعها برا وأرجع أنزل بهذا الشكل. إذا الواحد ما يعرف مثلا يسوي حاجة يشوفها كلش صعبة، بس اللي يعرف يزين الكيك يشوفها كلش يعني سهلة. المهم طبعا صارت بهذا الشكل. وجبت هذا يعني شغلات مال التزيين يعني متوفرة بالسوق، وخليت على الوسط، رشيت عليها على الوسط يجي ألوان. خليت كمية يعني زينة. صارت بهذا الشكل، يعني شكلها مقبول لا بأس. بس ما راح أقدر أقص من عندها لأنه ما ترهم ندزها على المدرسة وأخرب شكلها، يعني ما ترهم أدزها إنه مقصوصة. وعلى كيفي خليتها بهاي الحافظة لأنه راح أقبضها حتى ثاني يوم ياخذها. خليت الكيكة وجريت الورقة هيجي على كيفي، وأغطيها وأخليها بالثلاجة حتى لا ينقط عليها مي من الثلاجة أو شي. وهاي كانت كيكتنا. إن شاء الله عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسون تحطوا لي لايك وتشتركون إذا أنتم ما مشتركين. بالنهاية مع السلامة في أمان الله. باي باي.